بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. الله ديلي دو هوي وين بيدن درق عمدلي وعامن وين بيد بر وي فرعوني قون دا بولش عرخها تا إيمان دلن ورشول مؤمن يقونه يوش دروي أك فرعون تنحل مودو تنصفة مودو الكبر كورلي والكفر كرسنا لدوتنغا إتس آية تكاتشير وهي وقد قدم موسى عليه السلام تحليلا موجزا صادقا لشخصية فرعون حيث قال موسى بيمر عليه السلام فرعون وين شام ورويتنا وين شندشة مو من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب تاع متكبر الحقنة إذ الله دال بوكن كورليش شو الله نجا لا يؤمن بيوم الحساب لا قيمة دينتيش واحد شيء عايز بير. وهذا هو مفتاح شخصية الفرعوني إنه متكبر في نفسه شاكر يول شو إز بوته كو متكبر وإز ويسكمرن بوك دوإز وما زالت نفسه تكبر حتى رأى نفسه أكبر من كل من حوله من الناس. شا مسار اللقر شا السدوي شا مسار اللقر خيط تلصدو من حالدو يجدو إبا وما زالت نفسه تكبر حتى رأى نفسه إلها ربا شا مسار اللقر خيط تعاشا رأى نفسه إلها ربا باتوا شا دير وباتوا فحل محل الإله الرب ودعا قومه لعبادته شا دير وقال ناخيش يعني عبادتي بوش ويس شو الله خائز فرعون درج دول صفة قيمة دينا شين حيزب دينا خير تيش واتس فلو آمن بيوم الحساب والجزاء لحسب له حسابا شانك أحسن قيمة دينا شين حيزب دين خلق شادين شنو شاجوك دول ديش خلق تيش خلق حاري اتن ولا يدرتو بوقتو شادت شو من حيزب دي درتو يكور لي رياترتو ولا يتكبر إلا الكافر بيوم الحساب هي قيمة دينا تتيش صوبة يأكل الياش ما يتبعطو يوزك من نقول شواتس وبذلك يجمع بين المرضين الخبيثين أتندرس آية موسى عليه الصلاة والسلام الله دابو وشدوارة الشتم قري أدمي يلشو قرهو شتم قري إشي أو شاطو يا حقا كعبو دلح إتسم قرأ يا فرعوني قاخل تعشى إتس فرعوني نيقطع العيوش شول حنجح مسير قايو إبو الموقف الإيماني الرجولي للرجل باخ رجل الحق نقز الله دال قوة خيال ويدو حلقة إلر ومن المؤمنين رجال يعني دوكا يجايته مؤمن ناخ قوة هو يبقى تقى ذكر هو شو تويست مشكو يرد مخير مشكو يرد ولا شيء وانا هو تركل هر مشكو يرد هو تعش وانا هو باهو. ولما سمع الرجل المؤمن كلام فرعون عن توجهه لقتل موسى وقف الموقف الإيماني العظيم. موسى في غير فرعون شين تحق أخذ شلطيحة مؤمن تجيك أخيل ديش دل غير لك اللي نتو باخ فهي قونخ جنگ أخيل ديزك وانتصر لموسى وتصدى لفرعون موسى بأمر غود يقنا فرعون عنده حلو الرئيس آية تشدود سدوه هنس بوه قوة آية شبوه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم
وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. آية شنوهين شرح دهشاء. أخبر القرآن عن مؤمن آل فرعون بأنه رجل مؤمن من آل فرعون. أقرأ القرآن وإن يوجد مؤمن ولشاء فرعون يقول دعوه وشاره ورباطه أي جكتي تخلص قبطي خلص. والوصف بالرجولة هنا وصف تكريم وتشريف. الرجل الله دالي حخور تن بيش بالليرن بو يبوخ تداش دول سيدو إز. ويراد بالرجولة المعنى المادي والمعنى النفسي. الرجولة تن مادي ماتيريالني معنوي شيء مرالني معنى هو تن بوخ. المعنى المادي وما الله ذكر وقز تيست مشكو يرد تقو إبا. والمعنى النفسي تكون شو ليل وديزق ليل وشويس. شي لا أمبولش شي تاع دغيرت ولش تديك من تاعها ميرا ولش يغير وش. فهذه المعاني تحتاج إلى رجولة الشاشة دلدي ونحشون خيل ديش دلغلق شدو ولا يقدر عليها كل ذكور مس يرجع دل درشوم دات. كل رجل ذكر لكنه ليس كل ذكر رجلا. ملخو قونخ تقو دلع ملخو تقونه واتقبات. إنه رجل مؤمن. رجل هو إذا مؤمن هو إذا التنوين هما هنا مقصود بوت. رجل ألردوي الرجل رجل أل إذا أقرعالتن باش بالليرن بو إذا شوز لها وين إميل وتخا وين إبهام إذا إبهام ألشا تنتخيو تنمتشدر يهميو تشتايبان ور بوشديد سندات وين هندا وين إخير ألا تا وين بيد بير بولش تا علم خصود وردل شو ما داتزا وين يتخير ألا وين زيد يدل شو ما داتز وين إيش خلى علي الله دار حقن دير هذا الاسم. أي من آل فرعون ألق الله دا فرعوني يقول دعوزناش إذا جكتي تخلر بالقل ديلر. وإيمان هذا القائد بموسى عليه السلام شهادة لموسى في نجاحه دعوي باخ. إذا آل فرعون هو رشول إتقونه شو إيمان دلن خلره بالقل ويوم موسى بيهمر دعوة تبوال بشلر. تويست موسى بيمر عليه الصلاة والسلام يدير تأكا يكره قحوي يقش هو إذا يكحق تأشى إيش يكحي الله دالت من أبوال دي بوش بوتن إتو بيش بوتن توقع. وندالج إيماننا إتفرعوني قوندع دي أنتو أجي إذا أرع دعوي أرع ديشدات إيمان دعوته أرح توح فرعون قوندع بوجه مصر ما قاعد يشدك بوه. كما أن إيمانه شهادة له تلسو نخا تنت يشلدو إيمان بوحتو تنت يشل مودو إس فرعون يقول دا درش دولا فساد خوش دوي فرعون بيوخم يتون قول دا بولش بولناخ بيوخم يو دلا اتمسو اتغوش ناخاني وأحشي إيمان لردر دوكم دو إيمانه تسوو غير دوكم دو دنيس متأسسر دوكم دو دانا غوش ناغاني وقتش قلورش دكو أدمدو دلاح اتغوش ناغاني أخيل شي إيمانه تسوو شويقو تندير ميل غوش ناغاني وأعوالله إيمان دولش ورش يخلر ديك دو إزبوت هون شي إيمان هكو هرتخل لعاري إتيوقع مثلا يخلي عاري ويشتخلي عن باقوك دات ويا دلاحة موسى بايمرنا تنغضق دعوة تنس تعمو تديرك دي نفسه إيش دقيو أحتخل لعاري تعمو غضق ما ترتنخ دلا هكو فرعوني ويلا نستوسم زغادة سوخيت نسويس إنتي عوي إنديوتر دويس. السرية والعلنية في دعوة موسى هكو كي هو يتوين إلشا موسى بايمري دعوة قش خش مسانا خو اجدو موسى بايمري دعوة قيلخ دقدو
الجانب العلني هو المتمثل في إمام الدعوة موسى عليه السلام، حيث كان يتحرك تحركا علنيا. العلني مثلا قش دقة إذا بيغمر شاول ديرة دير تعول قوي قش شوال ديرة إشي دعوة ديش وإز. أما سر حيث كان بعضهم يؤمنون به ويكتمون إيمانهم. تعبوا الله ناخد يا شلون يا تنت إيمان دلتنا تيشات يشي دل إيماننا قيل دقش الله كتير شيء بقى. فرعوني يقول دعبولش دول ناغا تير زينة كبير قيل حوش شاش إيمان دلني خوئج سخل بقى. إذا سرا دقدو مثلا سارخ وقد عرفنا ثلاثة من هؤلاء قوة زرق وين كانوا مقربين عند فرعون، امرأة فرعون والذي أخبر موسى عن ائتمان الملأ به لقتله، ومؤمن آل فرعون. فرعون خصم منانا دو موسى في مرة دعوة ساقبتي تبويتو بينشينا عشان حبي غير جمون وش عليه كده حربيق نجي تاخين تهروجي. لماذا أظهر الرجل إيمانه؟ هيت شيء حق قل قايل ده كان حول دين دولش دول إيمان هنز قوش هون دوكش بسوبه زشيم باخ. ومع أن هذا الرجل مؤمن كان يكتم إيمانه إلا أنه اضطر الآن إلى إظهار إيمانه. إيمان شيء تو حول دينيحة ده لا حكم تاعي قوش سديك سورش حالتي هو تنسن باخ. هند موسى بايمري داخل كيرمي تنا برش بالكيرم بالدير. إن حياة موسى عليه السلام في خطر بوهقوة. وندش فرعون موسى بايمر غير شو. ويمكن لهذا الرجل قائد الفرعون أن يحول دون ذلك. اتسبيت نيس قوشر بولشو إز عودل تقوات يقول هالقائد وإز ناغن حلقة تنتقو كيتن بولش تقو كيتن بولش تغيلا أدو إيمان دلن غير واتسرا تندر تشيك دلور ديك هو شو إذا. فماذا يفعل؟ هو دير دوتو داك. هل يبقى كاتما إيماني شي إيمان حول دين عدو تردوت وإز شي مثل قلت يا كرحمة يقول شو ده كان موسى بايمر يوجر وقر وسؤالش شغلنا خارج نفسه. هذا درس بليغ بقول الدعاة دعوة دشنا حيخان به قابو في وجوب تقديم مصلحة الدعوة على مصالحهم الشخصية. إذا دعوة درست المصلحة حال داقديس شيء ليشنا مصلحة الله. موسى بايمر إمام الدعوة إيويق دعوة ستر ده هرب الليل إلا دعوة ستر درشدات تندير ما أبشي مصلحة حال داقنته شيء ليشنا مصلحة الله. وعندما اضطر مؤمن آل فرعون للدفاع عن موسى عليه السلام والوقوف أمام فرعون خطأ خطوات منهجية. دراحة إذ موسى بايما ديقار غدوك شيناحة تو هور بوكش بالكوغ ولا يوكش بيك ولا يشبه كان بتويس. حكمة ترش هور أورش دول هما انتاحة حكمة ترش مدرست كبلان يرش وقدم بيانا دعويا حكيما وتمكن من إحراج فرعون وهزيمته. اتشيقم يلاحا فرعون يعرف واتبنت وإيا شابنت وقوشو بيقنت وشامور. وأقام الحجة عليه وعلى قومه تنا وشيقومنا دليل دارنت وبوهت موسى فيمن عليه الصلاة والسلام بأخضر دلعمه دارنت ويس بريمو دات أورستا نميو كمي دالوش دارنت ويس موخ. أنكر الرجل على قومه قتل موسى. موسى هندوش وأشعل أقول على إنكر لوينت وتان. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قال شيديل الله هو قال لا تقوي غير شدوش قال تنتعقدات شيديل الله هو قال دوت قدر شوات كذبات قد يخلي الله يشخل أدم. وأشار إلى الآيات التي قدمها لهم والتي آمن السحرة لما شاهدوها. موسى بايمرا سان جيتن دول معجزات دوي الله دارشين جيتن دول آيات دل دول آيات سان جيتن يو الساحر إيمان دلر إزدقاد آيتن سوتان وقد جاءكم بالبينات من ربكم الإشاري نقطة الله ديل بلقل هما دحشو إن مويشون بهاتوا. أي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم شو ديلي رب بلقل هما دحشو إن مويز بهاتوا. ودعا قومه إلى التفكير في مسألة موسى بموضوعية
موسى فيمر حقا حوالي يقيك نتو اشتخصلوش ويلي يقيك نتو باخ مو فموسى قد يكون صادقا في دعوته وقد يكون كاذبا موسى فيمرشا اورش ترمت يعني بقلو شخلات الله خارج دو شخلات الله احتمالته تاني لك شام بقلو شوي تي شويس احتمال بوق فيريات نست ويكوس كاذبا فعليه كذبه الاول ولا قز نجا حسن اخرت لوش بوتش ولاح تن بوتش بوترشين دوكتن ازال تو شون بوتش باتنير يلا شون خولش تتنا تن شين خولش دوكس ويكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم نجا حسن بقلوش ولاح شو ايمان يتسدي شون خدو بوشترهم خير دوك شون باحت ولا نجا حسن بقلوش ولاح إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله يوقع إيشر يوقسو موسى بيمر بأخلر مسرف ولش كذاب شا ليل وشومان تيح بوش ولا حق إسن الله دالا نيسو أنت ويقر مواتي تن أتو بير مباتي تن أتو بير بات بوش خلج موسى بيمر أتو خلوش خلجا أفتماتيشكي موسى بأخلر تيال غير شويس إن الرجل المؤمن حكيم في خطابه موضوعي في طرحه ودليل ذلك أنه بدأ باحتمال كون موسى عليه السلام كاذبا مع أنه يوقن جازما أنه رسول الله أي اتشيء تكيب الإقامة دقوا الدريحة حكمتي ورئبا موسى بيمر عليه السلام خارج خلات ترلو شوك الله احتمال تان دعاقوا دينا دعا يوزتنا شام ماء موسى بمر الله دار وآية جيلن شوي تيش ورشع هند دينتو إز تير دقن الشوال رحم تير جم ويلي ترحم تير حي أرشتا جم الكيك درحم دينتو إز بو قطع دحدي يشدوتن كمال لماذا تقتلون موسى بوتسو تيرك لأنه يقول ربي الله شيديل الله وآليه فكروا في دعوته دعوة ولينش بوه إن قد يكون كاذبا في دعواه خرت ليش رويز بوه خرت ليش خلطر لويز نجا حسن يخرت ليش ورق الله في فيز أشيز مش عدو إزبوه لأنه هو الذي يتحمل عاقبة كذبه شابتش بوتر ريزولتات تنبيقم شين غير مبوتن وأنتم لا تتأثرون بذلك شون هم غير مداتنا وألا يمكن أن يكون صادقا في دعوة بأخر وش خلا متر الله إزبوس وشي دعوته فكروا فيما يصيبكم إن كان كذلك نقع سني بأقلوا وش خلا عشان خدروا شنا ويلينش بوسوا بدل أن تقوموا بقتله إنه يعدكم بالعذاب والهلاك عشان عازب بيشو هلك خير الرأ جاو ما يت وياش بوسوا نقع سن شو إيمان يتدعك فإن كان صادقا وقتلتموه فإن العذاب والهلاك سيصيبكم يبقى يشورش أشياء حق تبوغ إلا بالله غير ما دوشون بعد أنا قاعد سني بقى يشورش ويقش توشون خدوا قال لك حلا وآخر ما دوشون بعد فكروا في إنصاف تاك ويلينش بعد وتاك وبعد أن طرح أمامه الاحتمالين صدقه وكذبه رجح بطريق حكيم غير مباشر صدقه يهر بيتش خلا مجر بقلو خلا مجر لسال شو تيحة يبقلو خلا تتودس وهون قالش إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ديت وما قدر وكأنه يقول لهم أيت أولش صندوق تربوه موسى صادق موسى بقوشنا لأن الله أيده بالآيات والمعجزات وأن الله دار سبحانه وتعالى شيء آيات معجزات ترتقوزة ولو كان كاذبا لما أيده بذلك كاذب والعريب الله دار مدى ترسل النساء وبعد أن خاطب عقولهم استثار مصالحهم الدنيوية ولمسهم لمسة مادية فقال لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قومي على أول لقى واقع إنسان إشاء لك إيه لشورتياحة تان الدنيا نح درش دل مصلحة الدنيا نح درش دل نعمة تقدو أتوتان مو بوطو يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض تغنى دنيا نعدرش دل شيء دول أحد شورت نعمة درش نعدوش بوطو ظاهرين في الأرض نعمة تقوش درش دلش دل
فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أش موسى بيمر خرطسن الله ديلير شون عازب داغا حق يعازب وين دئش الله ديلير يعازب دئش وين غدي دجملو ألا شات يعوتوش من ينصرنا ألا شا قوم ويخو إشبوش يا قومي أدعول ولا يسا قام ألا وين حا غدي دو ألا شا سيرتاني خلك يروق ألا إذا خو إجسان الله ذلك إذا حروق ولا حبوش تو إتاك هندا أي ذكرهم بملكهم وسلطانهم ورفاهية في حياتهم وحذرهم من الإقدام على قتل موسى بطريق غير مباشر وكأنه يقول لهم أي يتسوتاك بوغ سندو إزبوغ اليوم لكم الملك تغنائي باتشحل شو قعدو وأنتم ظاهرون في الأرض منعمون فيها لتعا نتبشقاحا نعمة شوشورتا فإذا قتلتم موسى وكان صادقا أش موسى بيماريح إبقلوش ورشا في أنه نبي رسول تيل إلى شوكزان فماذا سيفعل الله بكم دارشون غدير خديردو إنه سينتصر لنبيه شيء إلى غدا قرمديت وبوشي قيلنش ويوقع بكم بأسه وعذابه شون عذاب ورمديت وبو فهل تقدرون على دفع العذاب عنكم تقشوا عذاب شيء اتخلت عذاب دعالو يلو يرشدوشو إنه لا يوجد أحد ينصرنا من بأس الله الله ديلي غزلونخ الله ديلي نتسخ الله ديلي عاذب خوي لردي درجة تعاواتشون بوتو ونلاحظ أن كلمات هذا الداعي الحكيم أنه لم يوجه كلامه لفرعون ويتدو يشتك ودعونا إشهدت ديكي قام على فرعون يبيرزن دياشتات سويس فرعون شو حوه للحقام يا الله فرعون متن دعوتنا شيء قومي دياشتات سويس فرعون متن بوغتون غات بوغدات وإذا فرعون ودديش دول قام يا سنة تنكاتر قام يا دياشو اسمه وإنما وجه كلام للقوم ولعل من أهدافي في ذلك أن لا يبدأ بيانه في احتكاك مباشر مع فرعون حتى لا يثيره والأهم من هذا أنه يريد أن يؤثر في القوم هندو فرعون يبرزن هنسد فرعون وقر حاط الضربة ويشوتون بوخ يقطع كتسمن شوز لغا إقامة تنتين أسر دل دي شو إزبوط ويلي ترجع كرزغ باب يشو إزبا وكان قاصدا تجاهل فرعون وعدم مخاطن ومش لأن فرعون يتسويش قومي ديش كامل دويس ومن حرصه على التقرب إلى قوم أشرك نفسه معهم إشاء قوم دوغلوش خلر شاء شو تاني وشون ينصرنا ألا يعوار نتو شابه أي واحد منكم شا شخص وشون بحث وكان فرعون حاضر المشهد دلح فرعون تقعو خشو تومال أولق وأدرك فرعون أثرها على القوم اتوداشت القمية لخاء اتقوما أثر خلي خاءتن وخشي أن ينجح المؤمن في التأثير فيهم ديلا إش تونخ أثر خلا تنت إيمان دلر كير ولا يقوي يشوق أزداك تنقمي ضوغ ديش تسوه فاضطر فرعون إلى التدخل لا يعتبر سواء لا يعبر لئس قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ذلح إكمل فرعون ودرس شامور قتشو باللئس دوح الخبا هرسوا ذروني أقتل موسى ما ليرت ودوحل موسى فيمر في عدو تنشا ها على عدو دروات أشهر جوير ورشايز هدي شاب وشاز دقه ورشو إذا دلها وقع قوش وول إسان سان خو أرشي شاب وق بدي دوتش خلر قوش دورتو قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي الشاب وق بجك دوق دات شاب وق بس شين قوش دق بيشون قويت دات على شتو شاب وق كردو أشبوق أتي عغير دات شنا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد شا قيت النعبوي يبوشو نيس نعم سيأسترني تلبلش بوشن بوخ لقد أظهر الرجل المؤمن فرعون على حقيقته تندير إذ مؤمن هو فرعون شامور قوش ويا كانسان خاتيا تان أمي خوش دو نهيت ياتو بوغ بعضوتي غيرك تان
إن فرعون يضيق بالرأي المخالف لا يتحمل الحوار والمناقشة. وقع خدو وين قلت دورش تقال فرعون شيخ حم هو الشي شاب وقبي تشك دو قرت تغلر نجح سن شيء تعمل دو حلو يجك دير تغلر قوي تواس ده لا حد فرعون أعبور خاص ديكم ممدو ده إيش تخير تديز عن إيش نيس هو خردون كده إيل كتوا يقابل يدور شواتس إتقام يلوجوي تنجي قال وعر ورش واتسجع تاع هاد دو نيس نجار أعبور نيس ده تقال دي وعر ورش واتسجع تاع كل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ماذا كان رد فعل المؤمن الداعي على التكبر الفرعوني وعلى تهديده لكل من يرى خلاف رأيه؟ مؤمن ودينا كدو سيجاه بوس لإيتوا التنكير من لم يتأثر بتهديد فرعون غير المباشر لأنه وطن نفسه على مواجهة اتمتع فرعون وإيقام الضرة مؤمن تشكيرا بو إذا بريمو يدعس ألا حنمي وكيوتيجا بوه دلع مؤمننا إنمي وكينير قد نير الشيء إذا يوبر ورش واحد تسبح عند إلشة دو حدونا شق تكن سالت رو وول بالموعظ مالج ما خبط عبال بيش ولا لم يلتفت الرجل المؤمن لفرعون بل استمر في تجاهله له. فرعون اتأكد عتسى ورشا يوتسن يوقع من عداشوئز وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب بعثوا اتآم إيمان دلن شوئز مؤمن تقوبه يا قومي هيس قام إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب بأسان عزب دندل طوب قامنا شدوش تان خلق شونا خلق ويرك شابوت مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود نوح قاما عاد قاما ثمود قاما والذي من بعدهم ساتأخر برشانا وما الله يريد ظلما للعباد الله هاشي ليش ظلم دلوش موات. تحبب المؤمن الداعي للقوم في قوله يا قومي أمتع يا قومي سؤال الرأي شي قام شي انديزي خائتسو سلسونه يا قومي إني أخاف عليكم شون تعزيغدا كويرك شاء الله تيرا دوغلوش ويا خائتسو. أما فرعون غباخ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد الشاب وغرب يأشق بهاتشيشون خيب درشداتشون بوهتوه. ولمس الرجل المؤمن قلوب قومي لمسة تاريخية حكمت حق مؤمن شي قومي سان دوش دلهم دو في ستوري سان خزا خز دوش دلهم شدوت وسان دو في نوع قيمر عاد ثمود سان تأخر لش سان خير عازب دق دوئت سانة إذ سان خلق شونا خلق خلر نجح سان موسى قيمرنا شو تيحتدى زا. وبعد أن لفت أنظارهم إلى الماضي انتقل بعدهم إلى المستقبل. الماضي ضعيغا زام تانيتشن جلتيحا يغطيور زاما يتوتان يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يعني يوم التناد بوجوده التناد غوشي بيش بولا خيقا بويس أي يوم القيامة يوم التناد يقيم الدندقز والتنادي من المنادات بوتو حيث ينادي فيه الناس بعضهم بعضا غوشي قيق سار يطلبون المساعد هو مو وكان قدر يهوديو شيء اي قيمة دي دوقس قيمة ادو وردرش دو قيمة دي دوش اذن سكيرم تشبطو تان يغا امو يوسف بيمر عليه السلام اذا دقو اتو تان مو ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الهوق آيات شنوى يغدو يشردو إن شاء الله داخل الدوي